بتبتدي قصة الفيلم بنت اسمها بيكي بتتسلق الجبل مع جوزها دان وصديقتها اتش، وبيكونوا مبسوطين جدا وهما بيتسلقوا الصخور. وفجأة دان بيحط ايده في ثغرة في الجبل، فبيهجم عليه طائر، فبيسقط دان لما بيتخض، والحبل ما بيستحملوش فبيقع وبيتوفى. وبعد سنة تقريبا بيكلم بيكي أبوها، وبيكون قلقان عليها عشان ما بتردش عليه، ويقول لها لازم تبطلي تكرهيني، أنا أبوكي. وبتكون بيكي سكرانة عشان تنسى اللي حصل لها. ولما بتطلع من الكلاب بتلاقي أبوها مستنيها وبتقول له أنت بتراقبني؟ فبيقول لها مش عارف أوصلك. وهي بتبكي وأبوها بيقول لها يلا وصلك، وبتسيبه وبيسألها سؤال: لو كان الوضع معكوس وانت اللي وقعتي من على الجبل، كان دان هيبقى سكران وحزين كده زي ما انت بتعملي في نفسك؟ فأبوها بيقول لها مش هيبقى زيك طبعا. وبتسيب أبوها وبتروح، وبرضه بتسكر وبتاخد المهدئ المعتاد. وبتروح ليها اتش وبتحاول تقنعها انهم يتسلقوا برج اذاعي، وبتوريه لها على التليفون. وبيكي بتقول لها مش هتسلق حاجة تاني. ولما بتصحى تاني يوم بتبعد عن اخذ المهدئات، وبتطلع لاتش وبتقول لها يلا يلا نتسلق البرج العالي اللي انت قلت عليه. واتش بتفرح جدا، وبيتحركوا بالعربية في الصحراء وبيقعدوا على استراحة. وبتقوم بيكي من النوم وبتكون فرحانة وفاكرة ان دان جنبها، فبيكون بيتهيأ لها طبعا. وبتلاقي اتش منتظراها بره وبيركبوا العربية، واتش بتصور فيديو هي وبيكي وبتقول هنتسلق النهاردة البرج التلفزيوني بي 76 واللي ارتفاعه اكتر من 2000 قدم. وبيكملوا الطريق وبيوصلوا، لكن بيلاقوا فيه بوابة حديد مقفولة. وبتقول اتش كده هنكمل مشي، وبيوصلوا للبرج وبيكون شاهق جدا. واتش بتقول هنبتدي دلوقتي التسلق، وبتكون سعيدة جدا جدا. لكن بيكي بتكون خايفة وبتقول مش هقدر. واتش بتقنعها ان تطلع معاها، وبيقفوا تحت البرج. وبتبتدي اتش وبيطلعوا السلم، وبيكون في مسامير مصدية، وبيطلعوا شوية. وبيكي بتقول انا عايز ارتاح، وبتشرب عصير. وبيكونوا وصلوا لنص البرج تقريبا، وبيكملوا وبيطلعوا اكتر. وبيكي بتتعب، واتش بتلاقي عقبة في البرج وهي أطباق الإرسال وبتتخطاها. وبيكي بتتخطاها بالعافية، واتش بتكون عند القمة وبيقدروا يوصلوا لقمة البرج. وبيتصوروا وبيكونوا مبسوطين جدا، وبيكون معاهم طيارة بكاميرا وبتتحرك بالريموت، وبتتصورهم الطيارة من على ارتفاعات مختلفة. وبتنزل بيكي وبتمسك في ايد اتش وبتصورها من فوق، وبتكون خايفة جدا. وبتطلع تاني وبتكون سعيدة انها قدرت تتسلق، واتش بتحضنها وبيكونوا مبسوطين جدا. واتش بتوري بيكي الصور وبيكونوا مبسوطين. وبتنزل برضو اتش عشان تتصور هي كمان، وبتطلب من بيكي تخلي الطيارة تلف حواليها وتصورها. وبيكي بتكون خايفة جدا، وبتطلع اتش واتش بتقول لها يلا دورك، لازم تتغلبي على خوفك. وبيكي ما بتكونش راضية. ولما بتفتكر بيكي دان بتتفاجئ لما تلاقي اتش بتبكي، فبتقول لها انت بتبكي ليه؟ فبتقول لها عشان اتأثرت وزعلت عشانك. وبتنزل تاني بيكي وبتحط رجليها على السلم، وبتكون المسامير مفككة، وللأسف السلم الوسطاني بيسقط. وبيكي بتصرخ وبتكون متعلقة بحزام الأمان، وإتش بتحاول تسحبها وبتلف الحبل حوالين الماسورة العلوية. وبيكي بتقول لها أرجوكي اوعي تسيبيني. وبتقدر إتش تطلعها، وبتكون بيكي سعيدة. لكن بيفتكروا إن مفيش وسيلة للنزول، وبيكونوا خايفين جدا وقلقانين. وبيكي بتطلع تليفونها وما بيكونش فيه شبكة، واتش بتقول لها احنا في مكان مهجور. واتش بتهدي بيكي وبتقول لها لازم نفكر عشان ننزل. وبيقعدوا وينتظروا اي حد يعدي، واتش بتقول لها اكيد حد هيعدي وينقذنا. وبيكي بتصور اتش فيديو تاني، وبتمر 5 ساعات من غير ما حد يعدي، وبيكونوا لسه فوق. واتش بتقول لها احنا ما عندناش شبكة هنا، لكن تحت شوية ممكن يكون في شبكة. وبتقول لها انا اخدت علامات اعجاب على الفيديو بتاعي تحت لما كنا تحت شوية عشان كان في شبكة. وبيكي ما بتكونش مصدقة، واتش بتكتب رسالة وبتقول فيها اطلبوا الطوارئ، احنا مش عارفين ننزل. وبتنزل التليفون بالحبل عشان يلقط شبكة، وبيوصل لآخر الحبل. فبتنزل اتش وتتعلق في السلم العلوي،
وبتنزل الحبل بالتليفون عشان يلقط اي شبكة، وبتتعب وبتطلع اتش وما بيلقطش شبكة للأسف. فبيكي بتفكر ترمي التليفون تحت على الأرض، فاتش بتقلع الكوتش وبتحط التليفون في الكوتش. وبيكي بتشوف رمز غريب على رجل اتش، ده بتاع دان جوزها. وبيكي بترمي الكوتش عشان يجيب شبكة، وبيكون في راجل تحته وكلبه، وبيلاقي الكوتش وبيندهوا عليه لكن ما بيسمعهمش، وبيمسك الكوتش وبيرميه. والدنيا بتليل وبينوروا بالموبايل عشان اي حد يشوفهم، لكن مفيش فايدة. وبتكتشف بيكي ان كان في علاقة بين اتش ودان جوزها بسبب العلامة اللي في رجل اتش. واتش بتقول لها انا بحبك اكتر، عشان كده نهيت العلاقة مع دان. وبيكي بتكون زعلانة جدا منها. وبيطلع الصبح وبيكونوا تعبانين جدا، فبيكي بتقلع دبلة دان وبترميها. واتش بتقول لها في فرصة تانية قدامنا بتليفونك. فبيكي بتقول لها بس مفيش بطانة، ولو فشلنا مش هيكون عندنا امل تاني. وبيكونوا عطشانين جدا، واللي مضايق اتش ان المية في الشنطة اللي وقعت تحت على الاطباق بتاعت الارسال. فبتنزل مرة تانية اتش وبتقول لبيكي بحبك، وبتنزل على السلم الموجود، وبتكون تعبانة جدا لكن بتكون بعيدة عن الشنطة برضو. وبيكي بتكون قلقانة عليها، فبترمي نفسها على الطبق وبتمسك الشنطة وبتتعلق بالحبل، وبتشدها بيكي هي والشنطة. وبعد عذاب بتقدر تطلع مرة تانية وبتقعد جنب بيكي. فبيفكروا يطيروا الطيارة برسالة، وبرضه بتفشل لأن شاحن الطيارة بيكون خلص. فبتفكر بيكي إنها تطلع على الماسورة، وبتطلع فعلا وبتحط شاحن الطيارة في دواية اللمبة اللي فوق وبتبتدي تشحن. لكن للأسف في نسر بيهجم عليها، وبتشحن شوية وبتنزل مرة تانية لإتش. وبتشوف صورة دان على الموبايل، وبتقول بابا كان عنده حق بالنسبة لدان، وانا كنت جافة جدا مع بابا، انا نفسي اشوفه واعتذرله. وبدأت تفقد الوعي. وبتبعت بيكي الطيارة برسالة وبتسقط في الطريق، لكن في شاحنة بتدوس عليها. وبيكي بتبكي وبتقول كده مفيش امل. فبيكي بتقول مفيش غير الكوتش التاني بتاعك ونحط فيه الموبايل. فاتش بتقول لها ازاي ده وقع تحت لما انا سقطت. وبيكي بتبص لها وبتقول لها ما هو في رجلك اهو. وبتفتكر ان اتش ماتت اصلا ووقعت على طبق الارسال، وساعتها بتبكي بحرقة. يعني كل ده بيتهيأ لها ان اتش عايشة. وبتكون سقعانة والدنيا بتليل تاني، وفي عاصفة جامدة بتهب، وابوها بيحاول يكلمها. وفي الصباح بتكون مجروحة في رجليها، فالنسر بيهجم عليها. فبتنزل عشان تاخد فردة الكوتش التانية بتاع اتش، وبتحط فيها الموبايل وبترميه. وبتكتب في الرسالة الحقني يا بابا، وانا اسفة، وانا موجودة في المكان الفلاني. وبيروح باباها لمكان البرج، وبيكون وصل فريق انقاذ وبينقذوا بيكي بعد عذاب. وبكده يكون الملخص خلص. لو عجبكم برجاء الضغط على لايك والاشتراك في القناة، وسلام.